السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي الغاليين؟ يا رب تكونوا بألف خير. صلوا على النبي يا حبايبي ويزيدوا النبي صلى عليه أفضل الصلاة والسلام بنية فك الكرب وسد الدين يا رب إن شاء الله. أنا النهاردة كنت بعمل للعيال شوية بيض مسلوق، لأني امبارح ولدي كان صاحبه بمناسبة يعني إنهم نجحوا، فكان عازمه على الغدا وبصراحة أنا ما كنتش راضية وكنت رافضة، لكن والدته كلمتني وقالت لي لو انت زعلانة انه جاي ياكل عندنا، ولدي بكرة هيجي يتغدى عنديكم. فأنا يعني احرجت يعني واتكسفت، لأني أنا الظرف عندي ما يسمحش، لا أحب عيالي يروحوا ياكلوا عند حد. والله ويعلم ربي أنا يعني الدنيا إذا ظابطة معايا عمري ما أبخل على حد، بل أخلي مكاني وبيتي مفتوح لأي حد. بس أنا الظرف عندي أنا مقضية عيالي ومكفية نفسي وعيالي بالعافية. فطبعا لما قالت كده اتكسفت، فقلت له هعمل لكم شوية بطاطس محمرة وشوية بيض مسلوق ونعدوها يعني وخلاص، عشان بس منظرك قدامه، بس ما تكررهاش تاني ولا تروح لحد ولا تاكل عند حد وتحرجني وتحطني في موضع حرج. فيعني انا دلوقتي يعني عايزة اتكلم معاكم وافضفض. انا ما عملتش الفيديو ده غير لما يعني خلاص مش قادرة افكر في حاجة تاني، ولما عقلي وقف ويعني جبت اخري. انا يا جماعة اضطريت ان انا انزل شغل يبعد عن مكان سكني ساعة وشوية تقريبا، في عز الشمس، والشغل ده في عز الشمس مش في مكان مقفول. انا مش عايزة اتكلم ولا اقول ايه نوعيتي، عشان بس يعني الحمد لله. فأنا بطلع الشغل ده من الساعة 7:30 الصبح، برجع الساعة 3 العصر. في طول فترة الشغل دي أنا في الشمس، والشمس بتبقى ضاربة في نافوخي وبتبقى خلاص على آخري، مش قادرة أسند طولي، وبطلع من غير فطار، يا دوب على شوية المية معايا، جايبة معايا ازازة مية أشرب منها بس. فأنا اللي اضطرني أطلع الشغل ده، أنا مش حمل ديون جديدة ولا حمل يعني حاجات تطلع لي من تحت الأرض جديدة إن أنا ألتزم بيها إن أنا أدفعها. يعني أنا سبق وقلت لكم دلوقتي صاحب البيت بيطالبني إن أنا يا إما أساهم معاهم إن أنا يجيب موتور للمية، لأن موتور المية ده خلاص كده مش هينفع تاني، يا إما أجيب موتور لوحدي وأركبه فوق السطوح. فأنا دلوقتي يعني أنا بطلع شغل ومستحملة إن أنا أروح في عز الشمس وأبعد عن عيالي عدد ساعات طويلة، وعلى حاجة يومية لا تذكر. يعني اليومية يا دوب تكفي أكل وشرب يوم. ورغم كده أنا طلعت قلت لعل وعسى أي حاجة أعرف أشيلها عشان أسد الدين اللي عليا، اللي أنا سبق واتكلمت عليه. يعني دين كده بعض من حبيباتي يعني عارفينه. فيعني أنا قلت يمكن أقدر أسد حاجة منه، لكن طلع لي موضوع الموتور ده وملزمة، والراجل يعني الحي صاحب المكان ضاغط عليا إن أنا لازم أخد قرار وأرد عليه، يا إما أساهم معاهم بالمبلغ اللي هو محدده عشان يجيب الموتور، يا إما أنا أجيب موتور منفصل لوحدي وأركبه لوحدي. فأنا دلوقتي أنا مش حمل حاجة جديدة تجد عليا، أنا مش عارفة أعمل إيه. أنا ربنا وحده عالم أنا بنحت في الصخر، وربنا وحده عالم أنا بتعب قد إيه علشان بس أوفر لقمة للعيال، وما خليهمش يقول لي عيل فيهم يقول لي أنا جعان. يعني لو هملى بطنهم بشوية فول أنا بحمد ربنا إن معايا تمن شوية الفول اللي هنشتروهم من برا. يعني شوفوا وصلت ليه، أنا إذا معايا تمن كيس الفول اللي هنشتروه أنا نعمة وفضل والحمد لله. لكن دلوقتي اللي جد عليا إن أنا مطالبة بحاجتين، الأكل والشرب. أنا عيالي خلاص يعني
يعني خلاص بقيوا يرضوا بأي حاجة، شوية فول، شوية طعمية، شوية بتنجان، شوية مكرونة. يعني خلاص. لكن أنا دلوقتي أنا ملزمة بحاجتين وضاغطين عليا ضغطة لا يعلمها إلا الله. أولا الفلوس اللي عليا، اللي أنا كنت بتكلم عليها من فترة، دي أنا نايمة جايمة أفكر فيها. واللي زودها عليا موضوع الماتور. طيب أنا دلوقتي مش عارفة أعمل إيه. أنا مخي عجز عن التفكير، مش لاقية أي حل أعمله. طيب أنا يعني أنا تعبت مش عارفة ألاقيها منين ولا منين ولا منين. يعني مش عارفة والله. يعني ده غير ان انا في حاجات كتير كاتماها جوايا، وحاجات كتير بتحصل مع عيالي بيتظلموا فيها من برا، وانا بتظالم انا وعيالي وبيتقال لي كلام يجرحني، وبيتقال لي كلام يزعل، ورغم كده بكتم في نفسي واشيل. بس انا كل ده بقول خلاص يعني عديه. لكن الضغط عليا في ان انا التزم، ان انا من ناحيتين ادفع دي وادفع دي. منين طيب اجيب منين طيب. انا فوضت امري لله وماليش غير ان انا اقول فوضت امري ليك يا رب. يا رب دبرها لي، يا رب دبرها لي عشان خاطر بس العيال دي اعيشهم عيشة